قبل أن تتعلم لغتك، وقبل أن ينقش اسمك في سجلات المواليد، بل وقبل أن يخبرك العالم من يجب أن تكون، كان هناك صوت يسكنك. هل لاحظت ذلك الفراغ الذي لا يملأه أي شيء ولا تداويه الشهرة؟ تلك الوخزة في صدرك حين ترى ظلما، أو بتلك الراحة المفاجئة حين تفعل الخير، والانجذاب الغامض لكل ما هو جميل وطاهر. نحن لا نتعلم كيف نحب ولا كيف نقدس الحقيقة. نحن نولد وهذه المشاعر بداخلنا. هناك رابط سري وضعه الخالق سبحانه في أعماق أرواحنا، هو الحبل السري الذي يربطك بالسماء مهما حاولت الانشغال بما في الأرض. اليوم سنتحدث عنك أنت، عن النسخة الأصلية منك التي انغمرت في ضغوط الحياة. أولاً، ما هي الفطرة؟ الفطرة هي تلك الأمانة التي أودعها الله في قلبك قبل أن تولد، وهي صنعة الله التي صاغنا عليها. هي الإسلام في أصفى صوره، كما فسرها مجاهد وعكرمة. هي النقاء الأول والميل الروحي لكل ما هو طاهر وحق. في القرآن الكريم يصفها الله سبحانه بقوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي الحديث القدسي الذي يوضح أصل هذه الفطرة يقول الله عز وجل: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا به ما لم أنزل به سلطانا. هذا الإخلاص هو أصل خلقة الإنسان، هو الاستقامة التي ولدنا بها قبل أن تتلوث بالأهواء، وهو المعنى الذي قصده الطبري حين قال إن الله فطر الناس على دينه وطاعته فطرة مستقيمة، فكان الناس في أصلهم أمة واحدة على هذا النقاء. ثانياً، عوامل التغيير، لكن هذا الصفاء قد يتبدل حينما نبدأ بالاختلاط بضجيج الحياة وصراعاتها، وهنا يبدأ دور التربية والبيئة في إعادة طباعنا وتوجيه بوصلتنا بعيداً عن مركزها. كالبذرة الصالحة تحتاج لبيئة تحفظها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ فشياطين الإنس والجن تعمل على إفساد هذه الصنعة الإلهية لدى البعض، فتعرض لهم من المغريات والشبهات ما يحجب عنهم رؤية الحق. فالبيئة قد تغطي معدن الإنسان، لكنها لا تستطيع تبديله. وكما أشار ابن خلدون، فإن الإنسان يألف ما يتعود عليه في صغره، وكما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ثالثاً، الانحراف والتوهان. حين ننجرف خلف الماديات وننسى جوهرنا، يبدأ صوت الفطرة بالخفوت خلف جدران الغفلة. يصف الله تعالى هذه الحالة بدقة في قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران هو الحجاب الذي يحول بين الروح وبين بصيرتها. يخبرنا ابن تيمية أن معرفة الصانع فطرية وضرورية، لكنها قد تطمس بفعل الذنوب أو الانشغال التام بالمادة، فيصبح الإنسان غريبا عن فطرته، تائها في أسئلة وجودية حلها موجود أصلا في أعماقه، لكنه لا يستطيع سماعه بسبب الضجيج الذي أحدثه الانحراف عن المنجيات. رابعا، رحلة الإصلاح والعودة إلى الأصل. إن العودة إلى الفطرة ليست مستحيلة، لأنها كامنة في أعماقك تنتظر لحظة صدق واحدة لتظهر من جديد. الإصلاح يبدأ بتزكية هذه النفس وتنقية ما تعلق بها. يقول الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الإصلاح يبدأ بتسديد الوجه نحو الله بكل استقامة، وتنقية القلب مما علق به من عادات وتقاليد تخالف صنعة الله. الأمر يحتاج لصدق مع النفس لتعود لنسختك التي لم تلوث بعد، ولتستعيد الإخلاص الذي هو قوام وجودك ونجاتك. الخلاصة: في الختام، الفطرة هي صنعة الله التي لا تقبل التبديل، وهي الإسلام بعينه كما فسرها مجاهد وعكرمة والحافظ ابن حجر. هي الحقيقة الثابتة التي نولد عليها، ومما يحتج به على أن الفطرة في الحديث هي الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة، أي من فطرة الإسلام وسننه التي لا تستقيم خلقة الإنسان ولا دينه إلا بها. الفطرة هي الإخلاص الذي هو قوام الأمة، والعهد الذي فطر الناس عليه بأن لا إله إلا الله. العودة للفطرة ليست رحلة بحث عن المجهول، بل هي عودة للأصل وتسديد للوجه نحو الدين الحنيف الذي ارتضاه الله لعباده قبل أن تفسدها شياطين الإنس والجن.
هي المنجاة، وهي اليقين الذي لا يداخله شك، وهي البوصلة التي تشير دائما أن الإسلام هو دين الفطرة الذي لا يضله إلا من أعمى الله بصيرته. لو وصلت لحد هنا تذكر أن الدال على الخير كفاعله. شارك الفيديو واشترك في القناة للمتابعة، وننتظر رأيك في التعليقات.